إخوتي وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم. اليوم اخترت لكم مربى بين الفاكهة وبين الخضرة اللي هي البرتقال واليقطين. أنا في العادة هذو نديرهم عصير، اليوم حبيت نديرهم مربى ولا معجون. هنا واش عندي زوج حبات تاع تشينا اللي هما رطل، زوج حبات يكون متوسطين هما رطل، وعندي رطل تاع كابويا. اول حاجه نسبق بها هو انه نسكرفج هذيك التشينا، يعني نحي لها هذاك الزاست ونخليها في الماء. هنا نديرها في باسينه تكون معمره ماء، وكل ساعه وكل ساعتين نبدلها الماء. من الاحسن نديرها من الصباح حتى العشيه، يعني كل مره نبدل هذاك الماء نغيره. علاش؟ باش تهبط لي كامل هذيك المروره في الماء. هذه هي المرحله الاولى. بعد ما غيرت الماء عدة مرات للتشينا، دوكا نحطها في ماء نقي وتغلي، نحطها تغلي حتى نشوف هذيك القشرة تاعها طرات. هاي لكم التشينا بعد ما طابت، انا خليتها من 20 حتى 30 دقيقة. المهم كي نمسوا هذه القشرة هكذا الحبة نلقاوها طرية. المعجون هذا ما يديش وقت، فقط في المراحل تاع التشينا هي اللي تدينا الوقت. دوكا واش نحتاج في المقادير؟ عندي رطل تاع السكر، عندي رطل تاع الكابويا، وعندي ريتله تاع الماء. هذاك الزاز اكيد ما نرموش، نخلوه نديروا به البريوش، ولا مثلا في الاخير حبيت نزيد النكهه هذا المعجون نحط شويه رشه تاع مبشور الليمون، هذا يبقى اختياري. دوكا ندوز المرحله المواليه. هنا اللي تحب المعجون تاعها يجي اللون تاعو شفاف، دير مباشره بارد في بارد، دير هذاك السكر مع الماء وتخليه يغلي مده من بدايه الغليان 5 دقائق، وتحط التشينا وتحط اليقطين. دوكا نقطعها امامكم. واللي تحب تعطيله اللون، انا واش ندير هذاك السكر كي شغل يتحرق شويه كراميل، ونحط له الماء من بدايه الغليان، نحط الفاكهه ونحط الكابويا. دوكا تشوفوا معايا سيروا راه يغلي. دوكا نقطع التشينا، هاي لكم نحي لها هذا الجزء، نحي له هذا اللي مد المروره، ونديرها براج ولا كيما حبيت. ونسيت ما ذكرتش انا العود تاع القرفه. العود تاع القرفه هنا يبقى اختياري، هي اصلا تشينا راهي منكه، حبيت نزيدو حبيت ما نزيدش ما نزيدش. نحط دوكا اليقطين، بسم الله. نحط العود تاع القرفه ونحط هذا البراج هكذا، ونحسب له من 25 حتى 30 دقيقه على نار تكون متوسطه. هذه هي، ومن بعد تشوفوه جاهز. هاوليكم المعجون في شكله النهائي. هنا كيما يحبوا افراد العائله، كاين اللي يحب ياكلوا هكا قطع، وكاين اللي يحبوا يكون ميكسي. انا هنا خليت لكم شويه هكاك باش تشوفوه، وهذا ميكسيتو. هنا ملاحظه، اذا حبينا نميكسوه هو سخون باش يجينا ساهل ويولي هكذا بوغي. وصدقوني ماهوش حلو بزاف، مع ما كثرتش انا السكر، درت 500 غرام في كيلو بين الفاكهه وبين الكابويا، جا بزاف بنين. نسلكوا به القهوه تاع الصباح ولا قهوه تاع العشيه. نتمنى الوصفه تاع اليوم كانت عجبتكم. مع السلامه.